بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه هي الحلقة السادسة التي نتدبر فيها لطائف من سورة آل عمران. قال الله في هذه الآية السادسة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الآية معناها واضح، الله يأمرنا أن نسارع إلى مغفرة من عنده وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. من لطائف هذه الآية: أولا، هذه الآية دليل على سعة الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وبالتالي دليل على سعة الأعمال الموصلة إلى الجنة. ثانيا، هذه الآية تدل على أنه كما أن أهل الجنة لا يتزاحمون ويتضايقون في الجنة، فكذلك الأعمال الصالحة الموصلة لهذه الجنة فإنه لا تزاحم فيها ولا تضايق، فقد يدخل الجنة إنسان من باب الصلاة، وقد يدخل إنسان الجنة من باب الزكاة، وقد يدخل إنسان الجنة من باب البر. والإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أكثر المسلمين إيمانا هو أكثر المسلمين جمعا لهذه الخصال، حتى يدعى من أكثر من باب من أبواب الجنة. اللطيفة الأخيرة في هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، على أن هذه الآية دليل على أن الجنة تستوعب المؤمنين، ولهذا هذه الآية من علاجات الحسد. فكما أن الجنة واسعة مترامية الأطراف لا يتضايقون فيها أهلها، فكذلك الأعمال الموصلة لها، وكذلك المؤمنون في الدنيا تزيل عندهم ما يترسب في قلوبهم من حسد أو بغض أو كراهية على خصلة من خصال الموصلة إلى الجنة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.